مساء النور، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف، كنبوسكم كاملين كاملين كاملين. وبغيت نقول لكم درت نيو سمايل، فوالا ضحكه جديده ديالي عند الدكتور لطيفه. غادي نطاقيها ليكم فريمون، شوفوا الريزلتا وشوفوا الرسمه كيفاش غزاله. انا طلبت منها انها ما ديرش ليا سنينات بومبي وديرهم ليا صغيورين. الرسمه انا قلت لها شنو بغيت بالضبط. ما شاء الله عليها، الله يعطيها الصحه، عندها الاجهزه الاخرى ما شاء الله. حتى سنينات درنا اخر ما كاين. كنقول لها شكرا حبيبه ديالي، المعامله ديالها الراقيه. درنا لي سيونس ديالنا فريمون. كانوا عندي لي فاسيت كانوا معذبيني بزاف، مي دابا قادينا سنينات عند دكتور لطيفه. كنقول لها ميرسي بوكو، فريمون بدلوا فيا بزاف ديال الحوايج السنينات في الوجه ديالي. صغارين وكيحمقوا و انا الرسمه حمقاتني بزاف 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 ترانسبارون لتحت. دونك كنقول لها ميرسي بوكو على سنينات جداد، وفرحانه انا ملي درت نيو سمايل عند دكتور لطيف. الله يعطيك الصحه حبيبه ديالي. فريمون عندنا اطباء واعرين في المغرب، منهم دكتور لطيفه اللي ما شاء الله عليها ايدياتها كيخرجوا داكشي رائع، سنينات واعرين. كنقول لها شكرا بزاف. ودكتور لطيفه كاينه تحديدا مدينه مراكش، كنقول لها تبارك الله عليك. لا سنينات، الرسمه، كل شيء، البياض ديالهم كل شيء كما كنت باغا وكثر. ميرسي بوكو حبيبه ديالي، لوف يو. فكرة الدكتور لطيفة هي اللي دارت سنينات الابتسام وفؤاد. انا شفت سنان ابتسام عجبوني بزاف بزاف، قلت لها فين دايره سنينات؟ قالت لي عند دكتور لطيفة، ومشيت عندها وفعلا دارت لي سنينات كما كنت باغا وكثر. ما شاء الله عليها، كتعطيكم دي كونساي، كتقول لكم شنو كيجي معاكم شنو ما يجيش معاكم. دونك كنقول لها شكرا بزاف بزاف. وفريمون سنينات جاودي مع وجهي وسنان فريمون كيبدلوا بزاف في الوجه. كنقول لها ميرسي بوكو والله يحفظك حبيبه ديالي. أغلى سلام لأجمل متتبعين، واليوم فيديو جديد وأول مرة كتخرج دنيا باطمة وكتهدر على المباشر على صفحتها بالانستغرام بعد ما قالوا لها الفانز ديالها خرجي ديري مؤتمر صحفي وجبدي الأدلة وجبدي أشنو عندك وديري العريضة ديال النقد. صحيح أنه النقد ديالها ترفض وما عندهاش شي دليل قاطع، يعني باي باي المؤتمر، ما عندها ما تقول في هذا المؤتمر الصحفي او لا ندوه صحفيه او لا. مهم هادشي اللي كيقولوا ليها كنقول لكم بالحرف الواحد، وكيقولوا ليها ديري لينا مباشر. مهم خرجي هضري. لطيفه رأفت بعد ما تقبض على اسكوبار المالي البارون المخدرات، وتم الارتباط ديال الاسم ديالها بانه ممكن حتى هي تكون مع هاد العصابه. من طبيعه الحال ما تقبلاتش الامر وخرجت وضحات وقالت انا صحيح كنت مزوجه بهاد المالي، ولكن الزواج دام 4 أشهر فقط وطلقت منه وما كنتش كنعرف عليه هادشي نهائيا، وكانت عرفتو عن طريق سعيد النصيري. وكيفاش ناس بحال هادو عادي نشكك فيهم، ووضحت بزاف ديال الامور وهضرات على بنتها. بغاو كذلك دنيا باطمة تخرج وتخرج أدلة وتقول بأنني أنا ليست بصاحبة الحساب ديال حمزة مون بيبي وما عندي حتى علاقة به، وأنا بريئة حتى من هاد التهم اللي عليا. صحيح القضاء منصف، ولكن أنا هادشي كامل ما عندي فيه لا يد ولا رجل. طبيعة الحال هذا هو اللي كيبغيو يسمعوا، ولكن الحقيقة حاجة أخرى. ما يمكنش المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقد وكاع راجعوا الملف وعاودوا. بزاف ديال الناس اللي مختصين قراوا الملف وكيقولوا بأنه دنيا باطمة لها يد في هذا الملف هذا. صاحبة الحساب ولا ماشي صاحبة الحساب هو اللي عادي نعرفوه غدا، وعادي نعرفو ايضا اشنو عادي تقول لنا، لانه كتقول عادي تخرج لايف غدا ان شاء الله مع 9:30. والعلم لله اشنو عادي تقول في هذا اللايف هذا. تقدر كنقول انا يعني ما بقاش ليها الحلول. الهاشتاغ قدر التضامن ما كانش كبير وقوي من جميع الفنانة المغاربة، كان واحد القلة، واحد البعض اللي
قليل بزاف صافي والناس اللي كدير لهم الاشارات ولا اللي كتعامل معاهم في الكباريهات هادو هما الناس اللي تضامنوا معاها. وكانت واحد الحملة كبيرة على السعد المجرد، واليوم شفت جميع الجرائد الإلكترونية كتهدر على هذا الموضوع، علاش السعد المجرد ما تضامنش مع دنيا باطمة، مع العلم أنه هي ضامنات معاه فاش دخل السجن ديالها أو يعني أجلات الأغنية ديالها ما نزلاتهاش حتى خرج السعد المجرد. وهذا الشيء شكون اللي بارطاجاه فيما بينهم الفانز ديالها على السعد حتى ناضوا الجرائد كيهضروا صحيح سعد ما تضامنش معاها وعارف اشنو واقع. وحتى فنان من الفنانين الكبار حتى واحد فيهم ما تضامن معاها. واش غدا مني عتخرج في لايف وكونوا اكيدين انها عادي تبكي وعادي تقول شي حوايج كاينين ولا ما كاينينش، ولكن جميع الاحتمالات حطوهم في راسكم لانه صافي حتى شي حاجه ما بقات شاده. خلاو النداء ويعني ما خلاو ما داروا نداء لجلاله الملك في يعني تدوينات، ما خلاو ما داروا والو. حتى من تحفه خرجوا شي ناس كيقولوا بانه هو اللي سرب الاحكام، ودائما كيقول الخطه ديال 8+4 كتساوي 12 هي الخطه ديالي. يعني هو عارف هادشي وعارف انه دنيا باطمه زعما دارت ليها مؤامره، ولكن القادم صادم. وفيديو اخر غادي نوضح لكم حقائق كثيره اللي خرجت بها واحد المجله فرنسيه، وغادي تكون واحد الصدمه اللي كبيره كذلك حتى الدنيا. كيقول المثل محدة دقاقي وهي تزيد في البيض، وفعلا مازال لحد الان غادي يخرجوا كوارث واحده اخرى، لانه دنيا باطمه الظهور ديالها اليوم غير طبيعي، والطريقه كيفاش كتهضر ولا سمعتوا في البدايه وهذا هو الهدف علاش نزلت لكم المقطع كيفاش كتهضر. يعني واش هذا وقت شوفوا لي اشنو درت سناني، شوفوا سناني كيفاش درت ليهم، درت انا اللي رسمت هاد الرسمه، انا اللي درت. يعني صافي ما بقى عندها ما دير. علاش ما تمشيش تغني في الحفلات ويكون الظهور ديالها في شي موقع اللي معروفه وكيف ما الفاكهه الطاقي، يعني الناس اللي عتخدم عندهم لا حين خايفه يتم الاعتقال ديالها بعد ما صافي خاصها حاليا تكون راهنه الاعتقال وهي مخبيه هنايا وهنايا لانه خايفه فعلا تعتقل. ومحكمه يعني النقد بعد ما رفضت لها الطعن فيه، ووكيل الملك اعلن بانه خاصها تكون راهنه الاعتقال. هذا هو السبب اللي خارجه باغا دير فيه لايف. ولكن اشنو الخطه اللي كاينه تما؟ العلم لله. نقولوا انه 11 يناير غادي تكون الذكرى ديال وثيقه الاستقلال. واش ممكن تكون تما شي حاجه؟ واش في القانون غادي تدفع مثلا شي ورقه باش تاخذ فيها حتى هي العفو؟ ما نظنش، لانه هذه ما كايناش اصلا في القانون، ما عمرها ما طبقات على شي واحد. نقولوا مثلا عادي تطبق القانون اللي كان خرج وهبي، هو اللي عنده شي حكم عليه ديال السجن يخلصوا بالفلوس، هذا ايضا باقي ما تطبقش هذا القانون. كان سمع بانه راه تم الطبع عليه او شي حاجه بحال هكا، مهم مصادقه عليه بهذا المعنى، يعني تمت المصادقه عليه ولكن باقي ما تطبقش. انا كنظن هذيك المصادقه راه ما كايناش، لكون كانت عادي تطبق موراها. هذا القانون حتى هو باقي ما تطبقش. اشنو بقى لدنيا باطمه؟ انها تمشي تدخل السجن وتقضي العقوبه ديالها، لانه القانون فوق الجميع ويعلو ولا يعلى عليه، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. حنا اكيد ما عاديش نبغيو ليها، ولكن تاني كيف ما جا في واحد التعليق خاصنا نكونوا حقانيين. الا ما دخلاتش عيبقى تاني الغوت والغى. علاش ما دخلاتش؟ قضات العقوبه. مادام القضاء والخبرة الوطنية والخبرة الهواتف بينات بأنه لها يد وصلة، وعدنا نعترف عليها ابتسام وغلامور وعيشة عياش، كلهم اعترفوا بأنه دنيا لها يد وصلة في هذا الشيء اللي تشهر بالناس. ممكن نقولوا انه راه قالوا سيمو بالبشير هو صاحب الحساب وباقي لحد الان
فار من العداله ونزل واحد ستوري ليله امس كيقول ليهم انني انا ما كرهتش نشوفكم في واحد الكرسي متحرك، وهذا الاعداء ديالي وهما من الاعداء ديالو حاليا وما كيحملوش وهو ما كيحملهمش كيف ما غلامور قالت. ولو تفيق امي من القبر مستحيل انني نتلاقى مع دنيا ولا نتصالح معاها ولا نقعد معاها. هذاك الجر الله يسمح ليهم والله يسمح ليا وكل واحد في طريقه. هاد الحمزه مون بيبي اللي اتضح من بعد بانه لي زادمين ديالو ابتسام ودنيا كانوا كيتحطوا فيه ناس من مختلف جميع الميادين، يعني ماشي غير دنيا عندها حساب مع هذا يتحط، وانما اللي عنده شي حساب ولا مشكل مع شي واحد كيتحط في هذا الحساب. هادشي اللي خاصكم تعرفوا. القضاء ما كاين بزاف ديال التهم اللي ما تبتاتش عليها. التهم اللي ثابتين عليها هما هادو. واش البراءه تاخذها؟ ما عمرنا ما شفنا شي واحد النقد ديالو ترفض وهياخذ البراءه. وهنا كتبقى بزاف ديال التساؤلات، امتى غادي تدخل دنيا باطمه السجن؟